هلو هلو، انا بوسي طه. هعمل معاكم النهارده احلى رز بسمتي ممكن تاكلوه في حياتكم، وهيطلع معاكم مفلفل وخطير. وهقول لكم كل التكات وكل التوابل بتاعته وازاي يطلع معاكم حلو قوي كده. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك وكومنتات كتير وشيروا القناه وتبعتوها لاصحابكم وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسوش دايما ان حلاوتها في تتبيلتها. في حلة سخنة على النار هنزل ب5 معالق من الزيت. أول ما يبدأوا يسخنوا معايا هنزل ببصلاية صغيرة مقطعاها ناعم، وفصين من التوم مقطعاهم ناعم، وواحد فلفل حامي. هقلبهم كده مع بعض. أنا مش عايزة البصل ياخد لون معايا، أنا عايزاه يدوب كده يبدأ إن هو يدبل بس كده معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ أنزل عليه بقى بالتوابل: ليمون مجفف وقرفة خشب وورق لورا وقرنفل وواحدتين من الحبهان وكركم و7 بهارات وقرصم. والتوابل بتاع الرز البسمتي بتجيبوها مطحونة جاهزة من عند العطار، ومعلقة صغيرة من ال7 بهارات، ومكعب من الماجي. هفضل اقلبهم كده على نار هادية لحد ما احس ان ريحة التوابل بتاعتي بدأت تطلع كده معايا. هفضل اقلب فيهم كده دقيقتين لحد ما مكعب المرقة يدوب معايا واحس ان كل التوابل بتاعتي كده ريحتها طلعت. وركزوا كويس جدا في الخطوات عشان بجد بتفرق معاكم في الطعم، والتوابل بجد بتفرق معاكم في التست عشان خاطر حلاوتها في تتبيلتها. هنا خلاص البصل بتاعي اخد من التوابل بتاعتي وتشوحوا مع بعض وطلعوا ريحة خطيرة. هبدأ انزل بقى بالرز البسمتي بتاعي واشوحهم كويس جدا مع بعض. هفضل اشوح فيه كويس جدا لمدة 5 دقايق. اهم حاجة ان انتوا تفضلوا تشوحوا فيه كده كويس جدا وعلى نار هادية لمدة 5 دقايق. هتحسوا كده ان الرز البسمتي بدأ ياخد معاكم لون شبه الابيض كده، مش الرز كله، بعض الحبات بتاخد معاكم كده لون بسيط كده. انا عايزاه يوصل للشكل ده. بصوا بجد شكله خطير ازاي بعد ما تشوح. هبدأ انزل عليه بقى بشوربة مغلية، ولازم الشوربة بتاعتي تكون مغلية كويس جدا، او عادي ممكن مية وتكون غاليينها. انتوا بتغطوا كمية الرز بتاعكم على حسب المقدار اللي انتوا عاملينه فوقيها بالظبط ب2 سنتي بالشكل ده كده. في الاول النار بتبقى متوسطة لحد ما الرز بتاعي يبدأ يتشرب الشوربة بتاعتي، وبعد كده بهدي النار خالص لحد ما الرز بتاعكم يستوي. هنا خلاص الرز بتاعي كان استوى. بصوا بجد طالع مفلفل وخطير ازاي، مفيش حباية لازقة في التانية ومش طالع معجن معايا، وبجد شكله كان خطير وطعمه كان خطير. هتقدمه بقى بالطريقة اللي انتوا حابينها. ممكن تقدموه جنب مشويات، ممكن تقدموه جنب كباب حلة، بجد بيبقى خطير. امشوا بالطريقة اللي احنا عملناها بالظبط وهيطلع معاكم خطير، وهيطلع معاكم مفلفل قوي كده وبجد طعمه خطير. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك وكومنتات كتير وشير للقناة وتبعتوها لاصحابكم.